يا فرج الله، الرحلة ما باظتش وعملت أول أوردر. لما باظت السفرية قلت أنا أشوف لي أي حل، فنزلت سوق الموبايلات أدور بقى على أي مصلحة جديدة. قررت إن أنا مش هشتري كروت ميموري تاني لأنها يعني ما سلكتش معايا يعني. ففضلت أمشي في السوق، لقيت بنت بتبيع اللي هي الساعات السمارت. ده كان في 2013. كانت حاجة رهيبة جدا، كان شيء متطور للغاية. ساعة فيها موبايل ويتحط لها خط ويتحط لها كارت ميموري وتشغل أغاني وترد على مكالمات. حاجة كانت رهيبة يعني. كانت حتى الجير 1 في نفس الوقت كانت بتاعت سامسونج، ما كانتش بتعمل كل الإمكانيات ده. قلت أوبا، دي مصلحة جامدة، أنا همشي في المصلحة ده. فلوسي كانت على القد خالص. اشتريت 6 ساعات، لبست واحدة وخليت 5 معايا، وقلت انا خلاص بقى ايه، نتوكل على الله ونرجع مصر وخلاص. يعني الحمد لله تبارك الله فيما رزق. اخدت رقم البنت وقلت ان انا ايه، يعني لو نزلت مصر والدنيا سلكت وكده اكلمها بالتليفون ونبدأ نعمل اوردرات وكده، وان شاء الله الدنيا تمشي. رجعت على الفندق، قلت بالمرة اكلم التاجر اللي كان قال لي سافر وكلمني. اتصلت بيه، السلام عليكم. وعليكم السلام، ايه الاخبار، عامل ايه؟ تمام. قلت له يا عم انت هتنجز ولا لا، ولا انت ناوي ولا مش ناوي، فهمني. قال لي يا عم ده انا مستنيك تكلمني. قلت له طيب خلاص. دخلت على موقع علي بابا، فضلت ادور على الشغل بتاع تجهيز المحلات ده. فضلت ادور على الشركات الموجوده في جوانزو. انا برضو مش عايز اتحرك كتير واصرف كتير لان انا خلاص يعني فلوسي بتخلص. فلقيت شركه كان موقعها قريب مني، تواصلت معاهم. تاني يوم اخدت تاكس ورحت رايح للشركه دي. لقيت فيها بقى كل حاجه، الشوك والكوابيل والاستندات ومش عارف ايه والحاجات ده. فضلت اصور 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 وانا ماشي. راحوا مديني كتالوج، رحت واخد الصور واخد الكتالوج ورحت راجع على الفندق. رجعت على الفندق، اتصلت بالراجل فيديو كول، قلت له بص يا عمي، ده ادي الحاجه كذا وادي الحاجه كذا وده الكتالوج دوا، وشوف الصوره دي وشوف الصوره دي. قال لي ايوه هي دي بقى احنا الحاجات اللي احنا عايزينها. طب يا عم زي الفل. قلت له يلا ننفذ. قال لي ننفذ. قال لي انا عايز من دي كذا وعايز من دي كذا وعايز من دي كذا. طب نكتب الكميات، يلا خلاص. اروح معلم الموديل رقم كذا منه 100 قطعه، الموديل كذا كذا. رحت واخد الحاجه ورحت رايح تاني يوم على الشركه ده. رحت الشركه قلت لها والله احنا محتاجين الحاجات ده بالكميات ده. راحت البنت عامله لي فاتوره، رحت باعتها للراجل قلت له ادي يا عم الفاتوره، يلا ننجز. فالبنت سالتها طب احنا نبدا الديل ده ازاي؟ قالت لي انا عايزه 50%. قلت له ده الشركه طالبه 50%، جاهز تدفع؟ قال لي اه جاهز ادفع. مش فاكر، كانت الصفقه تقريبا ب $30,000. يومين والراجل عمل ايداع وبعت لي صوره التحويل. يا فرج الله، الرحله ما باظتش وعملت اول اوردر. كنت فرحان جدا طبعا، بس انا كنت لسه ما عملتش ايداع للشركه. بس رحت للشركه قلت لها خلاص احنا ضن، مطلوب مننا ايه الاجراءات وكذا وكذا. قالت لي انت تبعت لي ال50% واحنا نتصرف وهنعمل ونبدا نشتغل في التصنيع وبعدها نبعت لك الحاجه. قلت زي الفل. قلت لها طب انا هنزل مصر وهبدا ايه على تواصل معاكي وان شاء الله الديل ده يكمل على خير.